بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي كل متابعين وائل علام، متابعين قناة أليف على اليوتيوب، متابعين فم علام كنال، أهلا وسهلا بيكم. أنا بحييكم. النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، ناس كتيرة بتسألنا فيها وناس كتيرة بتبقى محتارة فيها، اللي هي مواعيد الحيض للنتايج، أو مواعيد الحيض بتاعت الصديق الوفي، أو مواعيد الحيض الكلب. هنبدأ ونقول الحيض في الأنثى بيبتدي من عمر 7 شهور. يعني لو أنا مربي جرو دلوقتي، جرواية صغيرة، وعايز أعرف هتحيض إمتى، أول حيض لها بيبقى من سن 7 شهور يعني، بس مش إلزامي. بمعنى إيه؟ ممكن في عندي نتاية تحيض 7 أشهر عمر 7، ممكن في نتاية تحيض عمر 8 شهور، ممكن نتاية تحيض من عمر 9 شهور، ممكن على عمر سنة، ممكن أول حيض على سنة ونص. دي كلها توقعات. تمام. اللي بيفرق نتاية عن نتاية هنا هو الهرمون بتاع النتاية بتاعتها والبيئة اللي هي عايشة فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل نتاية غير النتاية التانية. في واحدة تحيض كل 6 اشهر مرة، في واحدة تحيض كل 7 اشهر مرة، 8 اشهر مرة، ممكن نتاية تحيض لي النهاردة على 5 شهور، الحيضة اللي بعدها تتأخر، تبقى 7، تبقى 8، تبقى 9. هنا في ناس بتقلق وتبدأ وترجع تستفسر. هنا بقى بنقول لك ما تقلقش، كل ده طبيعي وكل ده وارد، ومفيش اي حاجه تدل او حاجه علميه تقول لي ان هي اتاخرت. طالما انا عملت زرار للنتايه بتاعتي والموبايل بتاعتها سليمه، والنتايه الحاله الصحيه والجسميه بتاعتها سليمه، خلاص بنسيبها بقى حسب الهرمون بتاعها، نشوف هتحيض امتى. في ناس تانية بتتصل تستفسر تقول لي طب في حقنه انا سمعت عنها بتنزل حيض. ايوه، في حقنه بتنزل دم، ماشي، بس انا مش بحبها. ليه؟ لان ما بعرفش، يعني هي بتكسر دوره الحيض عند النتايه. استخدمتها قبل كده، استخدمتها، والنتايه بتاعتها اللي اخدتها ما شالتش. فاغلبيه النوتي اللي بتاخد الحقن دي وتنزل دم بعد 15 يوم او بعد شهر، بالبلدي كده مش بتشيل. فانا مش بحبها ومش برشحها لاي حد ومش بقولها لاي حد. موجز الفيديو دوت ان انت خلي النتايه براحتك، خليها تحيض براحتها، اعمل لها سونار الاول، اتاكد على الموبايل بتاعتها انها تمام، اتاكد بتاع انا الرحم بتاعها ان هو تمام، وسيبها بقى بعد كده للهرمون بتاعها. وقت ما تحيض ده الصح، وده المفروض اللي احنا نعمله. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه بتاعتي بسرعه واكون فدتكم. في حاجه تانية برضك عايز انبه عليها، يعني احنا شرحنا مواعيد الحيض بالنسبه للجراوي اللي هي لسه ما حضرتش. طيب، في عندي واحد تاني يسالني يقول لي ده انا النتايه اتجوزت وخلفت النهارده، او النتايه اتجوزت بس ما شالتش، تمام، هتحيض امتى؟ اقدر اقول له انا بالتوقع، انما برضك مش الزامي في خلال 6 اشهر من ميعاد الحيض الاولاني. يعني انا بديها ازاي؟ حاضت النهارده، بعد الحيض ده بيبقى فيه شهرين ولاده، شهرين حمل، بعد كده في شهرين رضاعه، بعد كده فيهم شهرين راحه. ممكن تحيض في خلال الشهرين الراحه دي، يعني ممكن تحيض في خلال 5 شهور من ميعاد الحيض، او 6 شهور. دي بالنسبه للنتايه اللي هي ايه؟ اللي هي حملت وشالت وخلفت. طيب، ان في نتايه تانية ما خلفتش، ايه برضك مواعيد الحيض بتاعتها؟ هقول له نفس الكلام برضك، نفس التقسيمه كده تقريبا، ماشي. في نتايه تانية ما اتجوزتش خالص، برضك نفس الكلام. هو النوتي عندنا التوقعي بتاعها او المعروف او المعتاد ان هي بتحيض مرتين 2 في السنه، يعني كل 6 اشهر مره. برضك الكلام ما هواش الزامي، لان كل الكلام دوت بيرجع في الاخر لموضوع الهرمون. فما تقلقوش على حاجه اللي معاكم، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم وبالخير تملي، وبنتمنى لكم كل خير. تحياتي لكم، يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه. لو في اي استفسار في الكومنت اكتبهولي، وانا ان شاء الله بعمل لك فيديو له. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.